لو انت طالب او محاسب جديد او حتى محاسب قديم بس ما عندكش خبرة كافية في مجال المحاسبة، فالقناة دي معمولة مخصوص علشانك. في البداية عايزك تبقى فاهم حاجة مهمة، ان مش كل اللي اتخرج من كلية تجارة بقى اسمه محاسب حتى لو كنت جايب امتياز. سوق العمل مختلف تماما عن اللي احنا درسناه. مهمتي في القناة دي اني اأهلك للسوق ده. طيب ايه اللي هيميز القناة دي عن غيرها يعني؟ ما الكورسات مرمية على اليوتيوب، ايه الجديد يعني؟ المختلف هنا اني هعتمد على اسلوب الفهم مش الحفظ. يعني بدل ما تلاقيني بقولك قائمة الدخل بتتكون من الحسابات الفلانية، لك ليه بتتكون من الحسابات الفلانية. لما تفهم ليه بتتعمل بالطريقة دي، وقتها انت مش هتحتاج تحفظ القائمة دي بتتكون من ايه. كذلك مثلا نوع الحسابات، بدل ما اقولك الاصول مدينة والالتزامات دينة، فهتلاقيني بقولك ليه الأصول مدينة وليه الالتزامات داينة. وقتها لما يكون في حساب جديد انت ما تعرفوش، انت وقتها لوحدك هتعرف تقيمه وتعرف تقول إذا كان حساب مدين ولا حساب داين. طبعا في ناس اتخرجت من الكلية ولحد دلوقتي ما تعرفش أصلا الفرق بين المدين والداين، فأنا مش عايزك تقلق. أنا كنت واحد من الناس دي. يعني عايز أقولك إني 7 سنين شغال محاسب ما كنتش أعرف الفرق بينهم. والمشكلة اني كنت لوحدي في الشركة، يعني ما كانش في حد يعلمني حاجة، لحد ما في يوم حد سألني من محاسبين الشركات اللي بنتعامل معاها عن حاجة كده بخصوص المحاسبة. والله مش فاكر السؤال كان ايه، بس هو كان سؤال عبيط يعني في المحاسبة ومعرفتش ارد. ومن وقتها اخدت قرار ان لازم اعمل لنفسي طفرة في المجال ده، والحمد لله اشتغلت على نفسي وخليت حسابات شركتي في حتة تانية خالص، وتحولت من محاسب غلبان لمحاسب ليه وزنه في السوق. ومن هنا جت فكرة اسم القناة محاسب الغلابة، لأن كنت في يوم من الأيام حاسس إني محاسب غلبان. والنهاردة جت الفكرة أو القرار إني أشد كل الناس اللي عانت زيي وأحطها على أول الطريق بدون أي مقابل. مش هيكون في أي كورسات مدفوعة، مفيش أي حاجة هطلبها منك خلال الفيديوهات اللي جاية غير حاجتين. أول حاجة إن المحاضرة اللي هتاخدها في أي فيديو لازم تطبقه عملي. لازم بعد ما تخلص معايا اي فيديو تروح وتقعد وتطبق الكلام اللي درسته عملي. ولو المحاضرة اللي بناخدها مش محتاجة تطبيق عملي، فهيكون في سؤال تجاوبه في الكومنتات عشان اشوفك فهمت ولا لا. طبعا ما تفتحش الكومنتات قبل ما تجاوب السؤال، يعني معاك ورقة وقلم تجاوب فيها السؤال اللي هسيبهولك في اخر الحلقة، وبعدين تفتح الكومنتات وتكتبه. تاني حاجة هطلبها منك هي التفاعل. دعمك من خلال التفاعل، لايك بقى وكومنت وشير والكلام ده، هو اللي هيخليني اعرف ان تعبي مش هيكون على الفاضي، وهبقى فاهم ان الناس بتوصل لي رسالة انهم عايزيني اكمل. طيب ايه اللي احنا هنتعلمه مع بعض؟ هنتعلم قواعد واساسيات المحاسبة، هنتعلم ازاي نعمل قيود مظبوطة، ازاي نعمل قوائم مالية محترمة، ازاي تعمل تقارير تخلي مديرك يحترمك ويعمل لك 1000 حساب. هخليك بإذن الله تروح أي انترفيو وكلك ثقة إن الشركة اللي انت رايحها هي اللي تجري وراك مش انت اللي تجري وراها. هيكون في كورس اكسل كامل من الألف للياء، بس مش الاكسل العادي والحاجات العادية اللي أغلب الناس بتتعلمها. بص كده معايا على الاكسلة دي، ده برنامج متكامل فيه كل حاجة تخص المحاسبة. وده برنامج متكامل فيه كل حاجة تخص شركتي. يعني الجزء بتاع المحاسبة ده أول صف، ده لما تدوس عليه يفتح لك كل حاجة تخص المحاسبة. دليل الحسابات، اليومية العامة. طبعا زي ما قلت لك بمجرد ما بتسجل القيد هنا، وما بتسجلش القيد بالاسم، يعني ده انت في كود هنا. يعني انا مثلا تعالى على الصفحة الرئيسية، تعالى على دليل الحسابات، انا عايز مثلا الكود الفلاني ده اللي هو النقدية حساب بنك القاهرة. لو خدته كوبي ورحت على اليومية العامة وسجلته هنا، نزل كل حاجة، اسم الحساب وطبيعته، وهنا عندي هيبان الحركة بتاعته إذا كان رصيد أول مدة ولا كان حركة. وعندي تبويب القايمة ده إن الحساب ده بيتقفل في مركز مالي. يعني لو تاخد بالك هنا المصروفات هتلاقيها بتتقفل في قايمة دخل. طب أنا استفدت إيه من التقسيمة دي؟ لو رجعت للصفحة الرئيسية هتلاقي إن قايمة الدخل بيسمع فيها كل الحسابات اللي تحت تبويب قايمة الدخل، وهكذا. فاهم قصدي؟ كل حاجة بتتعمل اوتوماتيك، حتى التحليل ده بيتعمل اوتوماتيك. تحليل المصروفات العمومية، تحليل مصروفات العمليات، انا عايز اعرف كل عملية انا صارف عليها ايه. هنا مقاولين الباطن صرفت قد ايه، هنا المواصلات بتاعتي قد ايه.
كل ده ان شاء الله هعلمهولك، بس لازم عشان تتعلمه لازم تتأسس صح. لازم أبدأ معاك محاسبة من قبل الصفر، يعني لو في حاجة قبل الصفر ان شاء الله هنبدأ بيها. طيب بقية البرنامج عبارة عن، يعني ده مثلا حسابات الحسابات المقاولين، هنا مثلا يطلع لك بص كشف حساب مقاول. كل مقاول مثلا عندك، لو انت شغال مثلا في شركة مقاولات ولا حاجة، كل مقاول طالع لك كشف حساب، تدوس بس على اسم المقاول يطلع لك كل التفاصيل بتاعته. كل ده مثلا من تسجيل من التسجيل في اليومية بتاعته، وهكذا. كل ده ان شاء الله بإذن الله هعلمهولك. عامل سيستم برضو للمخازن. شوف كل ده، انا شركتي ما عندهاش ERP سيستم، فانا المفروض اسكت؟ لا، انا اشتغل على نفسي يا باشا واعمل ERP سيستم بنفسي. عندك اهو حاجة بس ده يعني فاضي، ده للتعليم. انا الداتا كلها موجودة في الشركة، بس ده اللاب الشخصي يعني. كل ده ان شاء الله هعلمهولك، بس هبدأ معاك من البداية خالص زي ما قلت لك. هبدأ معاك محاسبة من الصفر، نفهم واحدة واحدة، محاضرة تطبق معايا عملي، تجاوب على أسئلتي. الإكسل برضو هبدأ معاك فيه من الصفر خالص، يعني هفتح لك شيت إكسل كده، هعرفك الأول إزاي بتنزل إكسل، هعرفك إن دي خلية وإن ده عمود وإن ده صف، وهكذا. هبدأ معاك من البداية خالص عشان أخليك تحول الإكسل ده للإكسل ده. خد بالك برضو، عايز أفهمك حاجة، إن المحاسب اللي اتخرج وراح يشتغل في شركة وتعلم ERP سيستم، واخد مثلا قالوا له انت هتسجل او هتبقى مسؤول عن حسابات الموردين او حسابات العملاء، خد بالك انت هتكون احسن منه. انت بتنشئ ERP سيستم لنفسك، انت بتشتغل على كل الحسابات، هو بيشتغل على حساب واحد، ما يعرفش غير ان هو يسجل الموردين، وان الموردين الجزء ده داين والجزء ده مدين. ما يعرفش القوائم المالية بتتنشأ ازاي، ما يعرفش قائمة الكاش فلو بتاعت التدفقات النقدية بتتعمل ازاي. البرنامج بيعمل له كل حاجة اوتوماتيك. فانت لما تبقى اخد الحاجة من البداية، اخد الحاجة من الصفر وانت اللي مؤسسها، لما تيجي تفتح ERP سيستم هيبقى بالنسبة لك تعليمه سهل. ان شاء الله هحاول ان انا اعمل خطة للتدريب برضو على ERP سيستم، بس في الاخر خالص انا مهمتي هنا اني اشرح لك محاسبة من الصفر واكسل من الصفر، هخليك تعرف تقول على نفسك انا المحاسب الفلاني، مش مجرد كلمة موجودة في البطاقة ان انت متخرج من كلية تجارة ولا شغال محاسب في محل ولا بتاع. لا يا باشا، الكلام ده ما ينفعش، ما اسمكش محاسب طول ما انت مش متعلم او متأسس محاسبة صح. في النهاية كل حاجة هتتقدم في القناة مترتب لها ومحطوط الخطوات بتاعتها خطوة خطوة، ولكن الخطة مش هتكمل من غير دعمك، زي ما شرحت لك من خلال التفاعل هو اللي هيعرفني الناس محتاجاني أكمل ولا لأ. عايزك تفعل الجرس عشان تبقى متابع معايا من البداية أول بأول وما يفوتكش حاجة، وأشوفك على خير إن شاء الله في المحاضرة الأولى. السلام عليكم.